بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنقضي مع بعض يوم العيد، كل سنة وانتم طيبين. وهوريكم روتيني في العيد من أول ما صحيت. أنا دلوقتي كنا تقريبا الفجر كده، كنا الساعة 4:15 تقريبا. قلت بقى أقوم أصلي الفجر واستعد بقى لصلاة العيد واشوف ورايا ايه اعمله. فتحت البلكونة لقيت بص الدنيا نهار زي ما انتم شايفين كده. الناس رايحة جاية والولاد بتلعب كأننا يعني ايه بالنهار. الناس في المناطق الشعبية اللي زينا كده بيباتوا صاحيين في اليوم ده، يعني ليلة العيد دي محدش بينام اصلا. فانا اتفرجت بقى شوية كده من البلكونة، ورحت بقى ايه مصلية ودخلت على المطبخ بقى. قبل ما انزل اصلي العيد، هي صلاة العيد كانت على الساعة تقريبا 6:15. فقلت بقى قدامي حوالي ساعة ونص اعمل فيهم بقى شوية حاجات. طلعت بقى، بس بالله عليكي ادخلي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الاشعارات الجديدة. شجعيني وحطي لايك بقى بمناسبة العيد. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. طلعت بقى كيسين لحمة كبار كده، وطلعت حتة ماسورة كده. قلت بقى ايه علشان اعمل بيها شوربة حلوة علشان الفتة بقى. كل سنة وانتم طيبين. قلت بقى ايه شوحتها تشويحة حلوة جميلة كده بالتناس، وحطيت لها حبهان ورق لورا وكوبيبة صيني وفلفل حصى ومستكة، وخرطت لها بصلايه ملح وفلفل كده، وقعدت اشوح فيها. انا بحب اشوح اللحمه شويه حلوين كده، وخرطت حبه بصل حلوين كده، ونزلت عليهم بلحمه مفرومه عصقهم. انا تعصيقتي في اللحمه ما بحمرش البصل قوي، يا دوبك بدبله بس. وبحب حته سمنه مثلا ولا حبه زيت، وارش عليه ملح واحط اللحمه المفرومه، وبعد كده انزل بالتوابل بتاعتي بقى. المفروم بيحب التوابل يعني. فانا جهزت الميه بتاعت اللحمه اهي، وفضلت اشوح فيها. وبعدين هنزل بالميه، نزلت بالميه اهي، وقربت تغلي والريمه بقى ايه بتاعتها هتطلع كده، هشيلها واسيبها بقى ايه تستوي على نار هاديه. وكنت عصقت اللحمه خلاص وخدت لون جميل كده. كنت بالمره وانا واقفه بقى عملت الولاد صينيه كيكه كده بالشوكولاته في السريع كده اهو، وحطيتها في الفرن. قلت عشان لما نيجي من الصلاه شاي بلبن بقى ويفطروا لغايه ما ايه ما باباهم يجي بقى على الظهر كده، وناكل الفته بقى. حاجه تصبيره يعني بتبقى حلوه في البيت. لبست بقى العبايه بتاعتي الجميله الحلوه دي علشان صلاه العيد بقى انزل اصلي بيها العيد. مش عايزه اقول لكم مريحه في اللبس وحلوه جدا وصراحه وشيك جدا في اللبس، وبتريح قوي في الصلاه. ولبست عليها الطرحه دي بقى اوريها لكم من ورا كده، تحفه الصراحه. وهلبس بقى ايه شنطتي واخد الولاد وننزل نصلي العيد بقى. كان ده وقت الصلاه بقى اهو. بس رحنا الساحه اللي فيها الصلاه، على فكره هي جنب بيتي بالظبط مش بعيد، يعني يا دوب بطلع من الشارع بتاعي الشارع الموازي ليه كان فيه الصلاه، يعني مش بنركب ولا اي حاجه. دقيقتين بالظبط كنا هناك. وطبعا كنا متفقين مع ناس صحابنا بقى يقابلونا هناك. بصراحه الجو السنه دي كان في صلاه العيد تحفه بصراحه. يعني اللهم اعز المسلمين، اللهم اعز الاسلام بالمسلمين يا رب. الواحد شاف المنظر ده بيحمد ربنا ان هو طلع مسلم. بصراحة حاجة كده فخر، الناس كلها بتصلي والتنظيم حلو جدا. ده دلوقتي ما كانش فيه ناس كتير جاية، الستات الرجالة قدام والستات ورا. التنظيم حلو جدا، ما فيش اختلاط زي ما كل سنة بيجي على الفيسبوك الصور الستات جنب الرجالة والكلام ده. لا ابدا والله، الرجالة كانت قدام والستات كانت ورا. تنظيم رائع. وعملوا مسابقات بأرقام كده، وفرقوا جوائز قيمة جدا في آخر الصلاة، وفرقوا ألعاب على الولاد. واحنا كنا جايبين أنابيل وشوكولاتات، قعدنا نفرق يعني على الأطفال اللي كانوا قاعدين. فالجو كان حماسي وكان كله روحانيات، وكان فرحة ما بعدها فرحة. هي بصراحة فرحة العيد في صلاة العيد. أنا بالنسبة لي كده يعني الواحد بيفرح ساعة ما بيصلي العيد، وبتقابلي بقى الناس اللي ما شفتيهمش بقالك وقت، وتقابلي صحابك ونقف نتكلم بعد صلاة العيد شوية ونتصور مع بعض سيلفي. بصراحة كان الجو حلو جدا. فانا باخد ولادي واروح اصلي كده. ابني بيقف بيروح قدام ناحية الرجالة، وانا باخد بنتي ونقعد بقى مع الستات كده. وتصدقوا ان احنا يعني خلصنا صلاة العيد ووقفنا اتكلمنا شوية، ويعني انتوا فاهمين، وتصورنا وعشنا الاجواء كلها. وروحنا 8:30، يعني رايحين 6:45 وروحنا 8:30. اتأخرنا جدا. حسيت ان صلاة عيد الاضحى بصراحة كانت روحانيتها وكانت فاعليتها احلى كمان من بتاعة عيد الفطر اللي كانت في رمضان. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي، وربنا يعيد عليكم الايام بخير يا رب. ولو انتي ما كنتيش بتروحي تصلي روحي، والله فايتك كتير جدا. انا الاول على فكره ما كنتش بروح وولادي صغيرين،
وكنت بكسل وبصلي في البيت وكده. بس من ساعة ما ولادي ما كبروا بقوا يشجعوني على النزول ويقولوا لي يلا نزلينا وانزلي معانا وكده، بقيت انزل بقالي كام سنة. بصراحة لقيت الموضوع ممتع. انا كان فايتني حاجات كتير ان انا ما بنزلش بصراحة. يعني حسيت ان انا كنت يعني فايتني حاجة حلوة قوي. روحت البيت بقى عملت لهم شاي بلبن، وكانت الكيكه استوت، حطيت عليها صوص الشوكولاته، سيحت حته شوكولاته بسرعه كده في الفرن جنبها وهي كانت سخنه يعني، حطيت عليها شويه لبن كده على الشوكولاته، ورحت بقى ايه ساقياها بيها، وسخنه كده وطريه، هي مش عاليه قوي على فكره، بس طريه وناعمه كده، وكانت حلوه جدا وغرقانه في الشوكولاته مع شاي بلبن. قلت لهم عشان انتوا قايمين بدري ولسه الدنيا بدري وانا ما كنتش لسه خلصت الاكل، فقلت لهم لا اقعدوا كلوا بقى لقمه خفيفه كده لغايه ما ايه مع الظهر كده اكون خلصت الاكل تاكلوا بقى ايه الفته والكلام ده. عملت بقى صينيه رقاق باللحمه اللي انا عصقتها، بعصج اللحمه واحط طبقات الرقاق اللي ببلها، وبحط بين كل طبقه وطبقه معلقتين سمنه، وقطعتها بقى ودخلتها الفرن. وانا بحب يعني اشمعها شويه وبعدين اطلعها اسقيها ايه بكوبايه لبن كده. مش عايزه اقول لكم بتفرق في الطعم وفي النفشه بتاعتها وفي التوريقه وفي كل حاجه. وسبكت صلصه بالمره كده، شوحت بصلايه محترمه كده ورحت مسبكه حله صلصه كويسه عشان هاخد الصلصه دي نصها للفته ونصها للطبيخ اللي انا هعمله. كان الرقاق طلع من الفرن وكنت عملت بسله ببطاطس بجزر كده بنص الصلصه اللي انا سبكتها، واللحمه كانت استوت برضو، والشوربه كانت دسمه وجميله بسبب الربة العظمه يعني اللي انا كنت حطاها فيها، كانت الشوربه طعمها حلو جدا. وعملت حله رز ابيض، قلت عشان عشان الفته، وعشان كمان اللي عايز ياكل بسله بجزر، لان انا مش كلنا بناكل فته بصراحه، في جزء فينا ما بياكلش الفته، فعملت له الطبيخ والرز. واحنا بقى اللي بناكل فته بقى عملت حشت صلصه كده، ورحت عامله طشه توم بخل كده وحطيتها على جنب، والعيش كان متحمص يا دوبك كسرته كده، وحطيت على العيش بقى اللي هي التوم بالخل، وبعدين حطيت عليه الرز وحطيت الصلصه من على الوش وحطيت الشوربه. خلصت الفته كانت جميله جدا، والرقاق كان طري وطالع حلو جدا. غرفت منه وغرفت طبق بسله كده بجزر، وغرفت اللحمه اهي، وجنبها بصل مسلوق اللي سلقاه في الشوربه، وغرفت شوربه، وطلعت حته عظم بقى ان انا ايه هقعد امصمصها بقى انتوا فاهمين، واخد البهاريز اللي جواها دي بتبقى حلوه جدا. كانت اكله جميله جدا والحمد لله كلنا، والف حمد وشكر لك يا رب. سلام عليكم.